السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أحبائي أوفياء قناة سوري سور لو جاتو، مرحبا بكم. يسعدني اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة وفيديو جديد أول مرة على اليوتيوب، اللي هو الكريب بذوق المحاجب. وصفة صيفية وسريعة التحضير ولكن روعة في المذاق، نتمنى أنكم تجربوها وتعطيوني آراءكم. على بركة الله نمر نشوفوا طريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله نبداو الغرسة متاعنا. اليوم راح نعطيكم المقادير على زوج مراحل. يعني اول مرحلة راح نعطيكم مقادير لاباط اللي هما نحتاجو فيها نص لتر من الحليب، 250 غرام من الفرينة، زوج حبات بيض، زوج ملاعق عشاء متاع الزيت نورمال، نص ملعقة قهوة سكر، ورشة ملح. اول حاجة راح نقوم بها راح نحط الحليب. راح نبدا بالمواد السائله قبل. اذا كان عندكم بلاندر حطوه في البلاندر، لان نحب نوريكم بلاش البلاندر يعني باش تقدروا تخدموها. الزيت، ونبدا نكسر البيض وحده ورا الاخرى. اول بيضه تخليطه خفيفه ولا كما تشوفوا. البيضه الثانيه تخليطه خفيفه وسي. نضيف السكر ثاني ورشه الملح الاساسيه. توا نبدا نزيد بشوي بشوي لافارين وانا نخلط هكا. ننصحكم لافارين تدخلوها من قبل باش ما يتكون لكمش الكريات هذوك لي غريمو. نخلط هذو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البلاندر يخدموها بهذه الطريقه. بالنسبه للناس اللي عندهم البلاندر يحطوا المكونات كامله في البلاندر، خلطه خفيفه ما لاباط نتاعنا حضرت كما راكم تشوفوا. نحاول نحل الكريات هذوك الصغار انسي دو سويت حتى لين تخلص عندي الفرينه كامله. هنايا كما راكم تشوفوا ضفت الفرينه كامله. راني نحي في هذوك الكويرات الصغار تاع الطحين المتكتلين ولا تاع لافارين. كما راكم تشوفوا العجينه الكريب راهي حاضره. دونك هنا نغطيها بفيلم اليمونتير ونحطها ترتاح في الثلاجه لمده 30 دقيقه. تو نمروا نوريكم الحشوه الداخليه. بالنسبه لصلصه المحاجب هنايا قليت شويه لحم مفروم مع قليل من الزيت والفلفل الاسود وطيبتهم نحطهم على جنب. عندي بصله قطعتها هكا كيما يقولوا توانسه جوانح. عندي زوج حبات طماطم بشرتهم ولا ربيتهم باش يكون اسهل للناس الكل. عندي نص ملعقه اكل من طماطم مصبره. وبالنسبه للتوابل هنا خديت ملح، فلفل اسود، قليل من الفلفل الحار، عندي ثوم بودره اذا كان عندكم ثوم طازج يكون من احسن. وهنا خديت راس الحانوت احمر ماشي الاخر الاحمر، وقليل من الزيت بطبيعه الحال. هذه جوست تسنيم حاب تقول لكم بونجور وتسلم عليكم برك. وكذلك جبن مبشور ولا فرomاج غابي. كما راكم تشوفوا هنا في الطنجره تاعي حطيت شويه زيت. راح نحط البصل يتقلى. انا ما حبيتش ندير لكم الكريب العاديين اللي تشوفوهم في كل الاوقات اللي هما بالصوص بيشاميل والشامبينيون واللحم المفروم. حبيت نقدم لكم حاجه جديده، حاجه يعني عصريه نجمو نقولوا احنا ميلونج بين العصري والتقليدي اللي هي كريب العصري ولا الاوروبيان مع اللمسه التقليديه تاعنا اللي هي الصوص تاع المحاجب تجي بنينه وروعه. هنايا بعد ما تقلى البصل نتاعي راح نضيف الطماطم المبشوره والطماطم المصبره والتوابل بطبيعه الحال. الملح، الفلفل الكحل، الثوم بودره اذا كان عندكم ثوم طازج حطوه من الاول مع البصله.
راس الحانوت. حبيت نفتح معكم قوس البنات ان شاء الله بربي، يعني في اقل من اسبوع راح ننزل الى ارض الوطن الجزائر باذن الله. راح نطهر وليدي تري بيانتو. اذا كنت تحبوا نصور لكم دي فلوج على الاجواء، على الطبخ اللي راح نديروه في المنيو اللي راح نديروه في الطهاره، الحلويات، تصديرة وليدي، تصديرتي انا، ما اني حضرت يعني فرانشمون لبسه لوليدي روعه روعه روعه. حضرت له لبسات تونسيه، لبسات الجغواز، قبائليه، فرانشمون حاجات باهيه. وانا وسي حضرت تصديره باهيه عصريه فيها بزاف الحوايج. اذا كان تحبوا ندير لكم دي فلوغ ونصور لكم، ما عليكم الا تكتبوا لي ان كومونتير واش تحبوا تشوفوا اكزاكتومون، و كثروا من لايكات. هنايا خلي صلصه الطماطم نتاعي طيب، حاضرين يعني تنقص منها شويه سوائل، ما نزيد لهاش ماء، خلاص نخليها كيما هكا على نار هاديه، نرجع لكم وقت اللي طيب. هنايا حبوباتي كيما راكم تشوفوا الصلصه نتاعي طابت ولات خاثره، هذا هو القوام المطلوب. دونك نطفي عليها ونخليها تبرد ونمر باش نطيب الكريب. هنايا حبوباتي خديت مقله ما تلصقش، رشيتها بشويه زيت وبيان شويه زبده كيما تحبوا. راح نبدا نعمل الكريب نتاعي. بسم الله. هكذا وندور بالعقال. كما راكم تشوفوا، ونخليها تطيب على الجهه الاولى. دونك هنا كي نشوف الحواف بداو يتنحو هكا بشويه بشويه، نهز حبه لاكريب ونحاول نقلبها بالعقل. فوالا كيما هكا، كما راكم تشوفوا راهي تتحرك معايا ملصقتش. هنايا نجيب صلصه المحاجه بتاعي نحطها هكا في الوسط. كما راكم تشوفوا، ومن بعد نضيف عليها فرomاج، نضيف عليها اللحم المفروم هكا. تقدروا ديروا دجاج كاشير اللي تحبوا عليه، الحاجه اللي تحبوها، ماشي اوبليجي لحم مفروم ولا نتوما واللي قو تاعكم. ومن بعد نضيف عليها جبن كيما هكا، نخليها تزيد تطيب شويه، ومن بعد راح نطويها كيما حبت المحاجب. دونك حنايا نجيب الطرف هذا نحطو هكا كيما راكم تشوفوا. بعد نزيد نجيب الطرف هذا نحاول نسكرها هكا. من بعد الطرف هذا هكايا، نتمنى انكم راكم تشوفوا مليح. الفرomاج يساعدها باش تلصق مليح. الطرف الاخر هكا. خليها تزيد تطيب شويه. بون انا هذه درتها كبيره شويه، مي نتوما حاولوا تنقصوا في الحشوه شويه باش تسكر لكم اكزاكتومون. دوك نعاود معكم واحده اخرى تشوفوها مليح. هنايا قلبت حبه الكريب نتاعي طابت من الجهه الاولى، نحط شويه لاصوص كما قلت لكم. صغروا في الحبه، ما ديروش كما درت انا على الاول، حبيت نديرها كبيره دونك نديروها صغيره. بعد نضيف لا اللحم المفروم فوالا كيما هكا. حبه الفرomاج، تقدروا تضيفوا شويه معدنوس هكذا قبل ما تحطوا الفرomاج، ضيفوا اللي تحبوا عليه. فرomاج غابي ثاني كيجي هايلو مليح، موتزاريلا اوسي. من بعد نسكر حبه الكريب نتاعي اب هكا منا هكا سخونه شويه، خدموا بالسباتول سي ميو. من بعد الجهه هذه ثاني هكا. من بعد قلبوها على الجهه الاخرى.
اي فوالا راهي واجده. خليوها طيب شويه على الجهه الاخرى ويذوب الفرماج مليح. كيما شفتوا حبايبي الكريب محاجب متاعي واجدين. بتاتر اول مره تشوفوا هاد لاغوسات على اليوتيوب. نتمنى انها تعجبكم وتنال رضاكم. ما تنساوش باش ديروا لايك للفيديو وتنشروها في لي جروب سور فيسبوك وتتابونيو في القناه. نتمنى انكم تساندوني وتقفوا معايا وتكبروا معايا هذه القناة لانها موجودة الا بكم وغير بكم انتوما. دوك نتمنى انكم تشتركوا في القناة وتنشروها. خليتكم في امانة الله وحفظه. ندير لكم دي غرو بيزو ونقول لكم على بروشين وراني نرحب كامل جميع تعاليقكم.